ملي كنهضروا على الأندلس كيتبادر للذهن غرناطة وإشبيلية وقرطبة، ولكن أنا بعيد على مدينة غرناطة ب 900 كيلومتر. أنا في مدينة صغيرة في قلب كاتالونيا اسمها بالاغير أو بالاغي. مدينة بالاغير تطل على هذا الوادي الكبير، واد سيغري، كما أن إشبيلية سر قوتها في الوادي الكبير، وقرطبة كذلك بالاغير زادت وكبرت بسبب هذا الوادي. المسلمون كانوا كيقولوا فين كاين الماء كاين الحضارة، لهذا بناو السواقي ونظموا الري وجابوا زراعات جديدة من بلاد المغرب. وهذا الوادي ما كانش غير ماء، كان طريق للتجارة والحياة. أنا طالع في هذه العقبة نحو بقايا مدينة إسلامية اسمها المتة. أنا كنعرف علاش المسلمين كانوا كيختاروا الأماكن العالية باش يأسسوا المدن ديالهم. هذا المكان كيتسمى المتة، واحد من أكبر المواقع الإسلامية الأثرية في كاتالونيا. هنا لقوا علماء الآثار بقايا المنازل والإسطبلات ومخازن الحبوب وشوارع مدينة إسلامية كانت عامرة بالحياة قبل أكثر من 1000 عام. لكن في العهد الإسلامي شكون كان كيحكم مدينة بالاغير؟ مدينة بالاغير ما كانوش كيحكموها الممالك المسلمة في الأندلس، اللي كان كيحكمهم عائلة بنو قاسي. وعائلة بنو قاسي اللي كيقولوا المؤرخين أنها عائلة مسيحية أسلمت وكان عندها نفوذ وقوة في هذه المنطقة. لكن ملي ضعفت العائلة شكون غادي يتسلم الحكم موراهم؟ هم عائلة بنو هود. وعائلة بنو هود عائلة كبيرة جدا، كانوا كيحكموا سراغوسطا والنواحي. لكن في بداية القرن الثاني عشر جاءت الممالك المسيحية بعد معركة عنيفة بين المسلمين والمسيحيين، وسقطت بالاغير في يد المسيحيين. هو السبب اللي كيخلي المقابر ديال الناس منظمة. حنايا لابد ما تلقى شي سحار ولا شي شمكر فيها، ولا والمقبرة عامرة بالطوب عامرة بالفيران. وكما العادة بعد الرحلة التاريخية كنفتشوا على شي مطعم اللي نجربوا فيه الأكل المحلي، لكن دخلت هذا المطعم ما عجبنيش الأكل، اختاريت فقط هاد الكلاص اللي مبردوبة في هذه الحرارة. كان هذا هو فيديو اليوم. إلى عجبكم عملوا إعجاب، شاركوا مع الأصدقاء ديالكم. السلام عليكم.